السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة فاطمة كروشيه كورنر. يلا بينا نبدأ كورس جديد. الكورس المرة دي هيكون مستوى تاني. طب يعني إيه مستوى تاني؟ يعني هشتغل بفتلة واحدة وهستعمل دعم. هشرح المرة دي بورتوفيه. البورتوفيه ممكن تستعمليه كبورتوفيه وممكن كمان تستعمليه شنطة كروس. أنا نفذت البورتوفيه قبل كده، هيظهر دلوقتي قدامكم الصورة على الشاشة، بس نفذته بخيط الجودي. المرة دي حابة أغير، هستعمل أليزا الديفا وممكن كمان تستعملي أليزا كوتون جولد. البورتوفيه مكون من 5 ألوان، اللون الأساسي و4 ألوان تانيين. اللون الأساسي هستخدم شلة وهاخد شوية كمان من الشلة التانية، لكن الألوان التانية هستخدم تقريبا نص شلة أو أقل كمان من نص شلة. هقول لكم درجات الألوان دي عشان لو حابين تنفذوا بيها، ولو عايزين درجات الألوان بتاعة البورتوفيه البيج اكتبوا لي تحت الكومنتات وأنا هحضرها لكم. ده كده درجة اللون الأوف وايت. اللون الهافون، درجة البني، اللون الأصفر، اللون الأخضر. هستخدم إبرة مقاس 1.5. ده الدعم اللي أنا هستعمله، ده خيط قطان بجيبه بالشكل ده وأنا اللي بلفه. طبعا الدعم أنا مش بستعمل كل الكمية دي، أنا هستخدم كمية صغيرة جدا، بس طبعا الشلة بتتباع على بعضها بنفس الطريقة دي. يعني انت هتجيبي شلة وهتستخدمي منها، هيفضل منها كتير جدا، انت مش هتستعملي كل ده. ولكن طبعا مش هقدر احدد لك الكمية بالجرامات، لان طبعا كل داعم بيوزن بجرامات معينة، فطبعا مش هقدر ابدا احدد لك الكمية بالظبط قد ايه. ولكن انت بتشتري شلة بنفس الطريقة كده وتجيبي اقل جرامات. يعني ممكن الشلة دي بتبدأ تقريبا من 150 جرام 200 جرام على حسب الوزن بتاعها، فانت هتجيبي مثلا اقل حاجة في الوزن 150 جرام. لقيتي اقل، لقيتي اكتر شوية، مفيش مشكلة. طبعا انا بوضح لك لاني انا عارفة ان هيجي اسئلة كتير على الموضوع ده. هتجيبي شلة بنفس الطريقة كده وهتختاري اقل وزن، يعني جيبي اقل وزن، مش عايزه وزن الشله تبقى كتير لان الكميه دي كتيره جدا على البورتوفيه. هتجيبي شله كده وهتلفيها وهتستخدمي منها للبورتوفيه وهيفضل منها كتير جدا. تمام. طيب هحتاج بطانه. البطانه دي نوعها كارو، اي نوع متاح عندك ممكن تستخدميه. يعني عندك نوع ستان كويس ممكن تستخدميه، عندك نوع من انواع القطن كويس ممكن تستخدميها. لكن بالنسبه للنوع اللي انا هستخدمه ده اسمه كارو، وتقدري تجيبي اي نوع متاح عندك. بالنسبه بقى كميه البطانه مش هحتاج كتير، يعني اقل من ربع متر. يعني طبعا لما تيجي تشتري هتشتري طبعا اقل حاجه نص متر، هتجيبي نص متر وهتستخدمي منه بطانه للبورتوفيه. ده الفريم اللي انا هستعمله. عرض الفريم ده 21 سنتي. بالنسبة للفريم اللي انا استعملته في البورتوفيه البيج ده كان تركي، ولكن اللي انا هستعمله دلوقتي نوع اقل. طبعا انا قصده ان انا استعمل النوع الاقل عشان اقولك ان في انواع تانية اقل من التركي برضو استعمالها كويس وهتدي نتيجة كويسة. وكمان جبت السلسلة الجاهزة دي فيها الشنكل على طول، هركبها هنا اول ما اخلص البورتوفيه. ادي حلقة اهي وادي حلقة تانية. الفريم ده والفريم التركي وكمان السلسلة انا جايباهم من جروب واحد. لو حابين اسم الجروب اكتبوا لي في الكومنتات وانا هنزل لكم اللينك. هحتاج ابره وخيط عشان اسرج البطانه قبل ما اخيط على المكنه. طبعا لو ما عندكيش مكنه مفيش مشكله خالص، تقدري بالابره والخيط دول تخيطي خياطه صغيره. هحتاج السنتي، هحتاج طبعا العلامات، طبعا دي ضروري لازم وانا شغاله علشان خاطر احدد المكان اللي انا احط فيه الزياده. هحتاج إبرة التنظيف، أنا بحتاج المقاسين، يعني في أوقات معينة بحتاج المقاس الكبير أو إبرة الكنفة الصغيرة. هحتاج طبعا المقص الكبير عشان لما أقص البطانة، والمقص الصغير هستعمله في قص الخيوط.
بالنسبة للباترون ده الباترون اللي انا هنفذه، الباترون ده انا اللي رسماه. هنزل لكم صورة الباترون ده على البيج وعلى الجروب، لان طبعا في ناس كتير ما بتعرفش توصل لصندوق الوصف. هتاخدي الصورة هتنزليها على جهازك وهتروحي لأي حد متخصص يطبع لك الباترون ده على ورقة عشان تقدري تشتغلي منه. حابة تشتغلي منه على الموبايل لو هتقدري تعملي ده طبعا مفيش أي مشكلة، لكن في ناس تانية بتبقى حابة إن الصورة تبقى واضحة يعني، فأنا بقولك تطبعيه على ورقة أفضل لك علشان تقدري تشتغلي بأريحية.